بقول لك ايه هو افضل تشكيل للنادي الاهلي يلعب بيه قدام فاركو، ويا ريت تشيروا الفيديو ده لكل الناس يمكن يوصل لمارسيل كولر ولا حاجه، وقولوا له ده افضل تشكيل تلعب بيه وكفايه افتكاسات. ركز معايا. في حراسه المرمى هنبتدي بمحمد الشناوي، وقدامه 2 مدافعين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، للاسف ان هم غايبين عن مستواهم بس ما عندناش غيرهم. في المركز الباك اليمين حتما ولا بد يلعب محمد هاني اللي ما كنتش متوقع ان احنا نلوس بعد اصابته. في مركز باك الشمال بقى لازم يكون موجود كريم الدبيس، لانه افضل لاعب عندك يلعب في مركز باك الشمال، لا تقول لي كوكا ولا اي حد تاني. على بقى لنص الملعب اللي عليه كلام كتير قوي، زي ما احنا عارفين ان مروان عطيه المفروض يعمل عمليه الفتاء وغلط عليه اصلا انه يشارك في المباريات، فهنريح مروان عطيه ونلعب بعمرو السوليه وعمر الساعي، وقدامهم محمد مجدي قفشه، وشايف ان ده افضل وسط ملعب تبتدي فيه وهيكون متوازن ما بين الهجوم والدفاع وهتقدر تستحوذ على نص الملعب. على بقى خط الهجوم هتلعب بحسين الشحات على الطرف، والطرف الثاني هيكون موجود امام عاشور اللي بقى مبدع في الحته دي، ومهاجم منفرد وحيدا وسام ابو علي، ويسلم لي على احلى 3 نقط هتاخدهم من فاركو. اكتب لي في الكومنتات ايه رايك في التشكيل ده، وشايف مين اللعيبه اللي كانت المفروض تبقى موجوده ومين اللعيبه اللي المفروض تخرج منه.